بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معاشر المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. الزمن كما نعلم هو من خصائصه أنه سريع الزوال، ولكن ما يلاحظ على هذه الأيام وهذه السنوات الأخيرة تسارع الزمن بشكل عجيب جدا. هذا الذي ينبه الغافلين، لأنه فالأيام تمر وكل يوم يمر، كما قال الحسن البصري يقول: يا ابن آدم إنما أنت أيام، إذا ذهب يومك ذهب بعضك. لذلك هذا الذي يجب أن ينبهنا جميعا لحسن الاستثمار لهذا الوقت، وخاصة هذه اللحظات وهذه الأيام المباركات التي تمر أيضا بسرعة كبيرة، لابد أن نحسن استثمارها، ونسأل الله أن ينبهنا وينبه الجميع من أجل الاستثمار الحسن لهذه الأيام المباركات. صيام الروح، لابد أن نعلم ابتداء بأن الإنسان جسد وروح، فالإنسان لابد له من غذاء ليقوم جسده لأداء وظائفه المختلفة في الحياة. فالجسد يحتاج إلى غذاء، يحتاج إلى أكل ويحتاج إلى شرب، لكن الجسد يصوم، يمتنع، يمسك عن المفطرات المباحات في هذا الشهر العظيم في زمن معلوم. والإنسان روح، ولكن سبحان الله هنا يأتي الضبط القرآني للإنسان من أجل أدائه لمقتضيات الاستخلاف في هذه الحياة. فقد نجد بعضا من الناس يميلون إلى خدمة الجسد بلا حدود، حتى أنه إذا امتنع الجسد عن تلك المفطرات المباحات قد يشعر بألم، ويعني ينتظر وقت السماح له بالإفطار هكذا تلبية لرغبة جسدية ملحة. هنا يحضرني ما قاله أحد الشعراء الذين يعني لم ينضبطوا بالميزان الحقيقي للإنسان. يقول: وما الدنيا إلا طعام وشراب ومنام. يعني اختزال الحياة. يقول: وما الدنيا إلا طعام وشراب ومنام، فإن فاتك هذا فعلى الدنيا السلام. وسبحان الله، وكأنني استحضر أيضا أبياتا أخرى وكأنها رد على هذا الشعر وعلى هذه الأبيات. يقول: يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته، أتطلب النفع ممن فيه خسران، أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. أقبل على النفس واستكمل فضائلها. وكأن هذا البيت يشير إلى قوله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها. قد أداة تحقيق في اللغة العربية، جاء بعدها فعل ماض، لذلك إعرابها أداة تحقيق مش أداة تشكيك أو تقليل. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أعود إلى القائل، يقول: يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته، أتطلب النفع ممن فيه خسران، أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. يقول: وامدد يديك بالله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركان. لذلك ونحن نستحضر هذه المعاني لابد أن نصل إلى النتيجة أن الروح يحتاج هو أيضا إلى صيام فعلا. صيام الروح. لا شك أن هذه الروح الغالية العزيزة التي لا نملك غيرها، فكل منا يملك روحا واحدة وفقط، وهذه الروح إذا كانت ضعيفة مهزوزة لا يمكن حتى للجسد أن يؤدي وظائفه. شوف الإنسان كي يكون يعني خلاص فقد الأمل في الحياة والروح نتاعو هزيلة وضعيفة، شيء هنا عنده، فبالتالي يرتكب المعاصي والآثام ولا يقدس المقدسات ولكن إذا كان الروح إذا كانت الروح موصولة بخالقها جل جلاله
ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لا شك أن ذلك الجسد سوف يعمل من أجل تقوية الروح، والروح تعمل من أجل تقوية الجسد، ويكون علاقة التلازم بينهما. لذلك يأتي هذا الصيام المبارك، هذه الأيام الفاضلة، لابد أن نعمل سويا جميعا من أجل تحقيق هذا الصيام، هذه الروح الغالية، هذه الروح العزيزة، هذه الروح التي هي من الله سبحانه وتعالى، وهذه الروح التي إذا كانت قوية موصولة بالله عز وجل أدت هذا الصيام على أحسن وجه، ستكون هذه الروح قوية، وذلك سيثمر في حياة الإنسان من خلال البعد عن المعاصي، من خلال البعد عن أذى الناس، من خلال تحمل أذى الناس، لأنه ليس بالأمر الهين، والكل يعلم الآيات الدالة على هذه المعاني. ربنا يقول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. لما يكونش عنده الروح متصلة بالله عز وجل لا يمكن أن يستحضر معاني هذه الآيات، بل ممكن مباشرة يعني يرد الصاع صاعين ويأتي الندم، والندم دائما في الأخير. فربنا يقول والكاظمين الغيظ، لأن الغضب أوله جنون وآخره ندم كما يقول الحكيم، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إذن هذا الارتقاء في مدارج الكمال البشري ليس بالأمر، لا يمكن الإنسان أن يحقق ذلك إلا إذا صامت روحه وأدركت هذه الروح بأن ذلك الصيام عبارة عن ترشيح فقط، لأنه الذي يصوم والذي يصلي والذي يزكي والذي يحج هذه مرشحات الغفران، لأنه لا يمكن الإنسان أن يضمن القبول، فالقبول في يد الله عز وجل، ولكنها مرشحات لنيل الغفران، لنيل رضوان الله سبحانه وتعالى، لتحقيق الكمال البشري. فيتخذ هذا الصيام مدرجا من مدارج الكمال، وسيلة من وسائل الارتقاء إلى رب العزة والجلال. لابد أن نستحضر هذه المعاني، ثم أن هذه الروح سيأتي يوم تغادر هذه الحياة فتغادر هذه الحياة، والحياة فرصة واحدة، والحياة أقصر من أن نقصرها، ولو طالت فهي قصيرة، فهي أقصر من أن نقصرها. لا شك أن هذه الروح إذا صامت صياما حقيقيا من خلال الإيمان بالله عز وجل، والله عز وجل في الآيات التي يعرفها الجميع يا أيها الذين آمنوا، في الخطاب موجه إلى المؤمنين، وبعدين قال لعلكم تتقون في آخر الآية في سورة البقرة. فلابد أن نحقق أيضا ذلك المدرج المهم جدا، وذلك المستوى السامق اللي هو التقوى. لذلك ربنا عز وجل ضمن لنا جملة من الثمرات إذا وصلنا إلى هذا المستوى، وعلى رأس هذه الثمرات تلك السكينة التي يغرسها الله عز وجل فعلا في قلب الذي يصوم بروحه وبجسده فعلا. ربنا حينما خاطب المؤمنين قال يا أيها الذين آمنوا، فهذا الخطاب في حد ذاته خطاب تشريف، إذن ربنا عز وجل يخاطب المؤمنين، فالإيمان هو شرط أساس. إذا استقبل الإنسان هذا الشهر الفضيل هذه الفريضة بالإيمان الراسخ، بالإيمان ملبيا لنداء الله عز وجل، ملبيا أو مطبقا لأمر الله عز وجل بالصيام، لا شك أنه يبدأ بصيام الروح، فالروح هي البداية، ثم يأتي الجسد الذي يمتنع عن تلك المفترات، عن تلك المباحات لمدة معينة، وصولا إلى التقوى. والتقوى أيضا للروح، فالروح هي التي تتقي الله عز وجل، فالله عز وجل بعد ذلك سيعطي تلك الثمرات التي لا نحصيها عددا، وعلى رأس تلك الثمرات السكينة التي يجدها الإنسان المؤمن الذي صام صيام الروح. الذي صام صيام الجسد يتعب طبعا، والتعب فيه لذة إذا كانت الروح حاضرة، فهذه الروح الحاضرة معه يعني هذا الصيام سيعطيه تلك السكينة التي عبر عنها القرآن في سورة الفتح في الآية 4. ربنا يقول هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. إذن فلننظر سادتي الأفاضل، السيدات الفاضلات، كيف
ربط الله عز وجل هذه النعمة الكبرى وهي نعمة السكينة والاستقرار والطمأنينة وراحة البال، ربط الله عز وجل تلك السكينة بالإيمان، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، في قلوب المؤمنين لا في قلوب غيرهم. النتيجة ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، يعني والإيمان أمر عظيم. هذه سورة الفتح الآية الرابعة. ونأتي في سورة التوبة في الآية رقم 40. الآية رقم 40 يتحدث الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الهجرة: إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه. إذن في ظرف صعب جدا، ولكن تلك السكينة أنزل الله عز وجل يعني في قلب النبي عليه الصلاة والسلام وفي قلب صاحبه، لخاطر قول لا تحزن إن الله معنا، فمن وجد الله فماذا فقد. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. ثم أمر عجيب أيضا كي نقرأ في سورة البقرة بدءا من الآية 183 وما بعدها إلى أن تأتي الآية 185 تتحدث عن الصيام شهر رمضان الذي في القرآن. بعد ذلك مباشرة تأتي آية الدعاء الآية 186 من سورة البقرة: وإذا سألك عبادي عني. وكأن هذه الروح التي صامت صياما حقيقيا، صياما بنية خالصة، هذا الصيام الذي يرفع تلك الروح لتصل إلى رب العزة جل جلاله. وفي هذه اللحظة بالذات الله عز وجل قد وعد بأمرين كبيرين. الأمر الأول هو القربة، فهو قريب من فإني قريب. نعم فإني قريب. ثم أنه وعد بالاستجابة، أجيب دعوة الداعي. نعم أجيب دعوة الداعي إذا دعان، والله إذا وعد فوعده حق. مسألة الدعاء مسألة عجيبة فعلا يعني عجيبة. الآن سبحان الله هذه الآية اللي ذكرناها 186 من سورة البقرة جاءت بعد آيات الصيام، بعد آيات الصيام. الآية 185 هي آخر آية، بعدها الآية الموالية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. الفاء هذه في اللغة العربية تفيد الفورية مع الترتيب، تفيد الفورية مع الترتيب، فهي حرف عطف ولكن تفيد الفورية مع التعقيب والترتيب. فإني قريب، الإشعار بهذا القرب، قرب الله عز وجل من ذلك الداعي، هو تأهيل لقبول الدعاء. فإني قريب مباشرة أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالدعاء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. وفي رواية أخرى: الدعاء مخ العبادة. فإن الإنسان كي يحس بأنه قريب لرب سبحانه عز وجل يشعر وكان الاستجابة، عنده رغبة في الدعاء. تلك الرغبة هي مؤشر حي، مؤشر يعني مظهر الصحة، علامة الصحة وأمارة صحة في الإنسان، تخليه يعني يسترسل في الدعاء لأنه قريب من الله عز وجل. أما إذا كان يدعو الله عز وجل بلسانه ولكن مع غياب قلبه وروحه، هنا يعلم بأنه بعيد. النصيحة هو أن نربط بين الروح وخالق الروح، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذه الروح التي منحها الله عز وجل لنا أمانة هو الذي سيحاسبنا وهو الذي سيميتنا قبل ذلك. لابد أن نرجع الروح إلى باريها سليمة من كل العيوب ومن كل الأمراض. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا هذا الشهر الفضيل وأن يوفقنا لصيام الروح.